مساء الفل على الناس الرايقة، مساء الفل على السهرانين. الحوار بدأ في 2007. هو بدأ بالأساس بسبب اختلاف في الآراء السياسية. أغنية راب نزلناها أنا ورابر سعودي اسمه عبادي، ورابر لبناني اسمه جيف، اسمه دي جي جيف، ورابر مصري بيراب بالإنجليزي اسمه ام سي فلاش. بس هو في التراك ده كان بيقول بالعربي ولا قلب الإنجليزي؟ لا، قلب الإنجليزي. قلب الإنجليزي. التراك ده نزل بعد حدث سياسي حصل في الوقت ده، يعني متعلق بشخصية سياسية عربية كبيرة، وكان تعبيرا عن وجهة نظر معينة، رفضا للي حصل في الشخصية دي. بعد التراك ده ما نزل بعدة أيام، رابر من الكويت اسمه ناز نار نزل تراك. هو مش دس، يعني هو زي رد على اللي احنا بنقوله، بأن هذه الشخصية ما تستحقش الرثاء، وهو مش من المفترض وان الوضع كذا 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 كذا، واحد اتنين تلاتة اربعة، وانه كان كذا وكذا وكذا. انا وقتها ما كنتش تقدر تقول عليا رابر بمفهوم الكوميونتي او الكالتشر بتاعة الهيب هوب. انا كان اسمي رابر لان انا كنت بعمل اغاني التصنيف بتاعها اغاني راب، لكن انا ما كنتش تو باك في نفسي خالص يعني، ولا كنت بعقلية بقى الدسات والاتاك. كانت كل اغانيها اغاني بتتكلم في معظم الوقت في قضايا اجتماعية، يعني اللي هما بعد كده بقى بيسموها التراكات التوبيك. كأنك لو قلت تراك موضوع يعني تبقى انت كده ما لازم تقول توبيك، لازم تقولها بالانجليزي يعني لسبب لا اعلمه الحقيقة. المهم، انا رجعت رديت عليه تاني، عملت تراك اسمه مش مسموح، رديت عليه في نفس السنة يعني. وبعدين كان رد عليه يعني، فرجع رد تاني هو وشتم وبتاع، وانا عشان انا وقتها كنت تامر حسني في نفسي، لا ما ينفعش الفن يستخدم عشان نوجه اساءات لبعض وكل هذه الكوميديا يعني. فكبرت دماغي وكملت حياتي عادي. القصة اللي انا حكيتها دي ده كان شابتر 1، والكلام ده حصل في 2007. انا هتنازل واحكي لك بقيه القصه. مش كلمه اتنازل مش معناها ان انا مغرور، لا، معناها ان انا دراعي وجعني فشخ من شيلة التليفون، بس قشطه يعني. في 2020 اتذكر انا كنت بتمشى في اليوتيوب. معلومه هامشيه، اخر ديس هو نزله اللي انا بعدها ما ردتش عليه كان اسمه، عنوان الديس كان اسمه مسكين يا كتكوت. ده كان مستوى الدسات، ان هو كده انا بقول لواحد مسكين يا كتكوت كده خلاص انا دمرته يعني. الدماغ كانت كده ايامها يعني. طبعا ده ما كانش سبب ان انا ما ردتش يعني خالص يعني. اوعى تكون متخيل ان انا كنت حاسس بالانهيار مثلا، لا، هو انا كنت شايف عندي وجهة نظر اراها الان غبية، ان انا مش المفروض ننجرف الى هذا المستوى والاخلاق ونشتم، طبعا ده يعني ما علينا. انا بقى في 2020 كنت بتمشى في اليوتيوب، فلقيت الدس ده مسكين يا كتكوت اللي هو كان نازل 2007، والكومنتات كلها واو ما اروعك ما اروعك يا ناز نار، وحالة اعجاب غير طبيعية بهذا العمل الفني الماستر بيس. رجعت سمعته تاني، وبصراحة يعني بقيت حاسس بان انا يعني اللي هو الغلط مش عليك يعني، هو الغلط ان انا، هي المشكلة كانت عندنا، المشكلة كانت عندنا ان انا وقتها ما تمش الرد عليك يعني. ولكن انا عشان شخص لا اندم على شيء، فانا شايف ان حتى لو رجعت بالزمن كنت عامل نفس السلوك، لان هو ده كان الكاركتر وقتها يعني. المهم، كتبت كومنت قلت فيه ان الكلام ده وقتها لما كان مودي راب اللي هو توفاه الله يعني سنة 2013 2014، المعلومات مش مؤكدة عن سنة الوفاة، لكن لو جه يعملها دلوقتي مع الهيزام هيزعل يعني، وهيزعل جامد. بس وكملت حياتي عادي جدا، وإذ بي أفاجئ بدس. ودي كانت أول مرة تحصل لي في حياتي بقى، إن أنت في واحد بيدسك بسبب كومنت يعني.
يعني افتكر قبل كده في اتنين دسوني، كانوا لورد والواد اللي كان عامل معاه الفيت اللي كان صوته زيه، مش فاكر اسمه بصراحه. ايام خناقه راب اور داي، لورد كان دسني بسبب احنا اتخانقنا مع بعض على السوشيال ميديا وبتاع، يعني كان في تراكمات ودوافع. لكن اللي كان عامل معاه الفيت ده كان داخل معاه في الدس عشان انا كان بعت لي اد وانا ما قبلتوش. يعني حاول تتخيل معايا انا سنة 2007 والحياة كانت عاملة ازاي، والزمن والكوميونتي والمجتمع الراب كان عامل ازاي 2007، وتشوف دلوقتي في خناقة راب اور داي ان في واحد قرر يشارك في ديس عشان بعت لي اد وانا ما قبلتش الاد يعني. فده كان ده كان سبب غريب، وكانت اول مرة تحصل، وكان السبب بتاع الناس نار بقى غريب برضو ينضم لنفس القائمة، ان انت يعني انت بتدس عشان كومنت كتبته يعني. سمعت الدس طبعا وايقنت ان هذا الشخص محبوس في 2007 ما خرجش منها يعني. الراجل مش قادر يتجاوز يعني اعتقد نقطة التقدم، مش هقول تطور لان كلمة تطور معناها يختلف عن التقدم، وهشرح لك ده بعدين. التقدم اللي حصل هو في جودة الصوت، يعني هندسة الصوت والميكسنج والماسترنج ألطف بكتير من قبل كده طبعا، بسبب يعني ان وقتها احنا ما كانتش شغلتنا هندسة الصوت دي. دلوقتي كل واحد عنده حد بيعمل له القصة دي يعني. الموضوع ده مع مرور الزمن بقى عنصر مهم لا يقل عن المزيكا والكلمات والأداء. يعني هندسة الصوت بقت عنصر لا يقل عن الحاجات دي يمكن، وأحيانا بيكون ده أهم حاجة أصلا في البرودكت. فهو مشكورا اشتغل على الموضوع ده وعمل لنا منتج كواليتي كويس، بس مفيش عنصر تاني كويس بالنسبة لنا يعني. وحفلة التهليل المستمر عادي جدا جدا يعني. وقتها لما حصل الحوار ده انا كان عندي فراغ، حالة من الفراغ المتعلق يعني ما كنتش بعمل حاجات جديدة وما عنديش هم يعني. انا بالنسبة لي بشوف ان لازم يكون عندي بعض الهموم اللي بتدور في دماغي عشان تخليني اعمل حاجة يعني ما اعرفش اعمل حاجة من لا شيء، لازم يكون في حاجة حصلالي تخليني اعرف اتكلم واقول حاجة. فهو يعني جالي كده في وقت مناسب بصراحة يعني. ورقة وقلم، وطبعا انا اولد سكول بألف الورقة والقلم يعني دلوقتي، لحد دلوقتي يعني مش بالكيبورد. احب اكتب ورقة وقلم رصاص كده وامسح بالاستيكة بقى الجو ده، ورقة وقلم كده. وقمنا عاملين تراك اسمه اسمه ايه، لحظة ما افتكر. اللي هو كان اول ديس اتعمل كان ألعب باليه. هو كان رد على اسم الديس بتاعه. هو الديس بتاعه كان اسمه فيه ايه، فانا لقيت انسب رد هو ألعب باليه. لان انا مش عارف هو ليه بيستخدم لغة غير لغته. انت عايز تقولي انت بتتقنها يعني. والحقيقة ان هو عانى كتير بسبب ان هو صدر لي الموضوع ده، صدر لي فكرة ان انا بتكلم مصري فيقول كلام مصري في وسط اللي هو انا جامد جدا بقول مصري يعني. لدرجة ان انا بقيت اقول مصطلحات مجتمعية من قاع المجتمع الشارع عندنا في مصر، فالواد خرج جاله تربانة مش فاهم انا بقول ايه. فخلاص اشوف لك مترجم بقى، اشوف لك حد، اشوف لك قاموس بقى الالفاظ عندنا، بما ان انت وحلت نفسك في المنطقة دي فروح حلها بقى، روح حل مشكلتك دي مع نفسك. انا ناس كتير كانت انتقدتني بعدها لما عملت تراك فور تجارب، ان انا بقول كلام شعباوي قوي قوي في مصر، يعني صعب حد مش مصري يفهمه، وانت المفروض تستخدم مصطلحات معينة. عشان ايه؟ بما ان البيف ده بيتابعوا جمهورين، ناس من مصر وناس من الكويت، فانت المفروض تراعي ان المستمع يفهمك. وانا ما كنتش موافق على الكلام ده خالص. انا شايف ان هو لازم يعاقب على التصديره اللي هو صدر نفسه فيها. يعني انت صدرت نفسك كواحد فاهم في اللغه بتاعتي، ماشي افهم دول بقى، يلا اقعد بقى ذاكر كده ودور المصطلحات دي معناها ايه. اعتقد هو عوقب على ده كويس، لدرجه ان هو ما استخدمش الفاظ بالمصري خالص بعد كده في بقيه الدسات بتاعته، اللي هي كانت في منحدر تنازلي. يعني هو كل ما كان بينزل ديس كان بيبقى اسوأ من اللي قبله.
ودي من الاسباب الرئيسيه اللي خلتني اصلا ما اكملش. يعني انا كنت في اخر ديس هو نزله كان اسمه باين 3-0. هو الموضوع ده اصلا بيفكرني بام سي امين. يعني ام سي امين في البيفات بتاعته والخناقات بتاعته هو بيكون هو القاضي. يعني الجمهور ده ملوش رأي في الموضوع، هو اصلا بيقول لك في الدس ان انا كسبت خلاص وانت اتحط عليك بيفكرني بجوبلز، وزير الاعلام بتاع هتلر كده، اللي هو كان بيشرح لك اصلا المعركة ومين كسب فيها قبل ما تحصل يعني. ويعني ده اسلوب نفسي قديم جدا، مستهلك، منقرض، ما عادش حد بيعمل كده يعني. دلوقتي الحياه اختلفت بقى، في ان انت بتاخد ماتيريال تشتغل عليها، ويعني الجو القديم ده ما عادش بيتعمل يعني. ولا ملوش لازمه بقى. طب انت داخل ليه اصلا يعني انت داخل الخناقه دي ليه؟ خلاص اكتب على البروفايل عندك ان انت كسبت 9-0 وخلص الموضوع. وبعدين هي ولا مش صعبه، انا ممكن اعمل تراك اسميها 4-0 يعني. مش فاهم. ويبقى يبقى البيف كله كده بقى. أسامة يرد على ناس ب4-0، ناس يرد ب5-1، ودي بقى أسامي، دي أسامي التراكات يعني. فبغض النظر عن هذا الجانب الطفولي، هو طبعا رد على تراك ألعب باليه بتراك اسمه معلش، في مستمر في استخدام برضو مصطلحات مش من لغته. اعتقد دي كانت اخر مره يستخدم فيها مصطلحات مش من لغته، لان بعدها انا رديت عليه بفار تجارب. فار تجارب كان اقوى دس في البيف كله. ولو عايزين نطبق نظريه ان انا ما ينفعش ابقى قاضي في الموضوع، ما فيش مشكله، انت خش اسمع الدسات كلها وانت يعني ايه، احكم انت. الغالبيه العظمى من الناس اللي بتسمعني 99% 99% برضو يعتبر رقم غير دقيق، هم كلهم الحقيقه يعني كانوا 100% شايفين ان اصلا ما ينفعش ان انا ادخل بيف مع حد بالمستوى ده تقريبا. يعني مفيش اي حد اصلا كان بيقول لهذا الشخص ان انت كويس غير الناس اللي عنده على اليوتيوب، المجتمع بتاعه. اللي انا اكتشفت بعدها بفتره، لان انا قعدت برضه، انتوا عارفين احب اقرا واحلل وانالايز كل حاجه يعني. انا اكتشفت ان اكتر من تلتين الناس دي ما حدش فيهم سمع الطرف الاخر اصلا. هم بيسمعوا الدسات بتاعته يستمتعوا بيها. عاش انت حطيت عليه، طب التاني ده قال ايه حضرتك؟ يعني التاني ده ما تروح تسمع التاني. طيب لا، انا النجم بتاعي رجع وعامل ديس فهو جامد جدا. هي كده يعني. هي ما كانش مثلا الناس بتسمع ده وده وتشوف مين اجمد، هي ما كانتش كده. الناس اللي عنده كلهم كانوا مبسوطين انه رجع يعمل ديسات تاني، ومستمتعين جدا بالديسات دي اللي على هذا الشخص المجهول اللي بعيد خالص هناك في مصر، معرفش مين ده اصلا. فهو جامد جدا. طب نسمع التاني. قله قليله يعني سلكت هذا السلوك المنطقي جدا، ان هم راحوا يسمعوا الطرف التاني، والناس دول بقوا فانز عندي. والكلام ده انا مش جايبه من خيالي السارح. الكلام ده في يعني كومنتات موجوده عندي بيقولوا كده. يعني في واحد كان داخل كاتب بيقول انا كنت داخل عشان بقى اتمسخر عليك ومش عارف ايه كده وغير رايه يعني. ف كل هذا الفيديو الطويل جدا اتعمل بسبب الاسئله الكتير جدا اللي بتترص ورا بعض عليا بقالها فتره طويله جدا. هل انت هترد ولا مش هترد؟ او للامانه انا كنت خلاص هرد على الدس اللي هو بتاع 3-0 ده. خلاص هو قاعد وشغال وهرد. وبعدين اروح اسمع تاني. ما هو انت لما عشان ترد انت بتسمع عشان تجيب ماتيريال يبقى في حاجه هو اتكلم فيها انا المفروض ارد عليها. يعني ده بيكون دي الطريقه بتاعتي. دي طريقتي انا يعني، ان انت بتتكلم في حاجه فانا برد عليها واطلع انا مواضيع من عندي واحلق عليك. يعني امسكك كده احللك، يعني زي ما عملت في اللي كانوا قبلك، في الضحايا اللي قبلك يعني، كواحد ما خسرش ولا بيف في حياته اصلا. ف لقيت ان الراجل ده انا كل ما بسمعه الاقي اي قرار خدته ابدا ارجع فيه. يعني انا هرد اهو شغال، اروح اسمعك عشان بقى انا هشتغل بتاع، الاقي المستوى رديء جدا. انت بتحكي في حاجات، انت بتتكلم بطريقه اصلا انا ما عادش ينفع ارجع لها. يعني الليفل ده ممكن انا في مرحله من حياتي سلكت هذا الضرب يعني من 10 سنين ولا حاجه. فاللي هو انا راجل دخل على 40 فهرجع اعمل العبط ده تاني، فدي حاجه غريبه يعني.
فاقوم مغير رايي ولحد ما انا قررت ان انا ما اعملش حاجه لحد ما استقر على رايي. يعني لو هرد يبقى اقعد اشتغل بقى وما اقعدش كل شويه اغير رايي يعني. وكانت المساله من حوالي كام شهر كده، وكتبت عندي على القناه ان انا مش هرد، خلاص الموضوع انتهى يعني. بعد فتره لقيت حد بعت لي فيديو، قناه اسمها جذور الراب. القناه دي انا كنت عارفها لان هي قناه كبيره بيتابعها ناس كتير قوي يعني، وهي دايما بتحكي عن تاريخ في الراب العربي. هي مش قناه مش مصريه، قناه اعتقد خليجيه، لان هي مركزه اكتر على الراب الخليجي اللي هو يعتبر قديم جدا على فكره. يعني يعتبر ممكن يكون بدأ من اوائل الالفيه يعني. فعملوا حلقه اتكلموا فيها عن اطول بيف في تاريخ الراب العربي، وهو البيف اللي بين محمد اسامه وناس نار. والحقيقه لما اتفرجت على الحلقه دي للامانه انا شفت حاجات اول مره اشوفها اصلا. يعني كان في حاجات ما كانتش واصله لي خالص، واحب اقول ان كان ممكن مسار البيف ده يتغير تماما لو انا كنت مثلا عارف المعلومات دي. هي معلومات عنه هو شخصيا، يعني مش عارف، انا ممكن اكون قصرت في عمل التحريات الكامله يعني، لدرجه ان حتى الدسات اللي الناس مستمتعه جدا بيها زي فار تجارب والعب باليه كان ممكن يكونوا احسن من كده. يعني كان ممكن يبقى فيها بانش لاينز افضل كمان لو انا كنت عارف المعلومات دي. انا بشكر قناه جذور الراب طبعا على اهتمامها بالموضوع ده. وهو كان في الحلقه بتاعه البيف ده اللي هم نشروها، يعني كان حد عامل معاه لقاء وبيقولوا لو انا رديت هترد ولا لا، فهو قال لا. والحقيقه إن ده مش سبب خالص ان انا ما اردش، مش سبب خالص، لان عملوها قبلك. مش عايز اقول اسامي ناس تانية، ما انا قلت اسامي ناس تانية صحيح. دراجون هيل اللي عملها قبلك وقال قبل كده انا مش هرد ورد، وانا مش هرد يعني. فهي اصلا عموما ده مش مقياس بالنسبه لي. يعني انا ممكن اعمل ديس اخليك ترد، بس انا في الوقت الحالي انا مش فضيلك، وده مش تقليل منك. انت ممكن تبقى انسان، كانسان ممكن تبقى احسن مني بكتير. يعني ممكن تبقى انت انسان احسن مني عادي جدا. احنا في الراب جيم نفسها انا ما شفتش منك حاجه تستحق ان انا اعمل مجهود عشان خاطرك، للاسف الشديد يعني. ما شفتش منك حاجه يعني، حتى كل ديس ينزل يبقى اقل من اللي قبله. فانا يعني المعيار ده لو انا هطبقه وانا برد عليك، ده معناه ان الرد اللي انت هترده بعد ما تغير رايك طبعا هيبقى اسوأ من 3-4-0 اللي انت بتقول عليه ده يعني. وانت غالبا هتسميه 4-0 مثلا، يعني كفايه الاسم اللي هو متوقع. فالبيف يعتبر متوقف، معرفش انتهى ولا لا، لان انا راجل امزوجي، انا ممكن اصحي اي حاجه في اي وقت. ف هو نوز، ممكن بعد 15 سنه تانيين اقرر اصحي عادي يعني. انا استمتعت بالسهره اللطيفه دي معاكم، واتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقه اللي هي لا فيها لا مونتاج بقى ولا ايديتنج، ولا طبعا الاتنين نفس المعنى بس بلغتين مختلفتين. ف ليلتكم زي العسل، وادعوا ان انا يجيلي مزاج اعمل حلقات تانية. اشوفكم على خير.